مرحبا والسلام عليكم من مطبخي مطبخ فتافيتو كيتشن. اليوم وصفتنا كتير محبوبة وكمان مشهورة، هي وصفة المكرون الفرنسي. هو عبارة عن نوع من البسكوت بينعمل من اللوز وبياض البيض. كتير مشهور، ولكن في بعض الأسرار ولازم نتبعها بدقة، لأنه كلنا بنعرف أنه الحلويات الغربية كتير دقيقة بالمعايير. إن شاء الله معي بالفيديو تتعرفوا على الخطوات الصحيحة وعلى الأسرار وكيف يطلع معنا مكرون ناجح. بتمنى إنه السيدات اللي لهم مشاريع بهيك حلويات إنه الفيديو يفيدهم. يلا تابعوني، واللي حابب إنه يعرف المقادير يتعرف معنا كمان شوي. هلأ بذكر المواد اللي رح نحتاجها وكيف طريقة العمل. مكونات المكرونة كتير سهلة ومتوفرة بكل بيت إن شاء الله. عنا كوب من السكر الناعم البودرة، 3/4 من اللوز المطحون. الأكواب اللي استعملتها هذا الكوب للسكر البودرة كوب، وللوز استعملت 3/4 يعني نص وربع. هاي الأكواب اللي استعملتها. بتمنى على كل صبية أو سيدة يكون عندها أكواب مثل هاي، بتريحها كتير بالعيارات. عنا كمان بياض 2 بيضة، وعنا ربع كوب من السكر العادي، رشة من الملح، ورشة من كريمة تارتار أو كريم اوف تارتر. رشة بسيطة جدا، يعني هاي أنا معايرتها هون بالمعلقة. طلعوا قد ايه هدوب على راس المعلقة. الوان طبعا حسب الرغبه، واللي ما بدها تستعمل يعني لون الطبيعي تبع المكرونه ما في مشكله، ولكن انا حابه نغير. انا حابه اعمل لون البسكوت او المكرون اللون الزهري الفاتح، والحشوه راح تكون باللون الزهر الغامق. طبعا حشوات المكرون حشوات كتيره، فراح اعمل فيديوهات ان شاء الله لاحقه للحشوات. بس اليوم راح نعمل عجينه المكرون وايش الخطوات البسيطه والاسرار تاعيتها. طبعا هاي الاعواد اللي راح نستعملها للصبغه. صفار البيض كمان ممكن نستعمل ونعمل منه كريم او كريمه لحشو المكرون. الاكياس اللي راح نستعملها لتشكيل المكرون يعني اكيد ان شاء الله بتكون متوفره عند الستات اللي بيحبوا يصنعوا حلويات مشكله. يعني ممكن الاكياس النايلون الديسبوسيبل هيها، والنوز الوسط، لا الصغير ولا الكبير. اوكي. ولو عندك قماش بتستعملي الراس هاي، ولو عندك السيليكون بتستعملي الراس هاي. طيب اول شيء انا بدي اخذ اللوز، لانه انا شايفته خشن. رح اخده مع شوي من السكر الناعم البودره، ورح اطحنهم وارجع انخلهم. لازم يكون كتير ناعم، وهذا اول سر من اسرار المكرون. فانا هلا رح اوقف التصوير لحد ما اطحنهم، لانه صوت المكنه شوي عالي فما بدي شوش على التصوير. انا هون نخلت الطحين، عفوا نخلت اللوز المطحون مع السكر الناعم البودرة ونخلته، وصار بالملمس هذا وبالشكل هذا. طيب هلا حنبتدي بطريقة عمل المكرون. حناخد بياض البيض. طبعا هذا الوعاء لازم يكون نظيف تماما نظيف وجاف وما في عليه غبرة. هنحط بياض البيض ورشة الكريم اوف تارتر، كله مرة واحدة، ورشة الملح، وبأي خفاء كهربي طبعا اللي عندها عجان ما في مشكله ممكن تستعمله، ولكن انا بعرف انه هاي الخفاء هاي متواجده اكثر بالبيوت، فممكن تعملي فيها.
بمجرد ما انه بياض البيض صار له هيك قوام مثل الرغوة، بنضيف السكر تدريجيا. طبعا انا راح اوقف حكي وكلام لانه صوت المكنة بيكون كتير عالي وبيغطي على الصوت، فحخفق البياض مع السكر تدريجيا حتى يعطيني ملمس قريب من الميرينج. وهلا بنشوف انا شو بقصد من الحكي اللي بحكيه. شايفين هيك صار؟ هاي بتسمى سوفت بيك او يعني المنقار الناعم، انه ما خفقنا كتير لحتى صار مرنج. هون في المرحلة هاي بدنا نضيف الصبغة او اللون، وبعدين بنضيف السكر مع اللوز المطحون. وانا طبعا حطيت، انا ما ذكرت بالعيارات فانيلا، بس طبعا يعني اي شيء في بياض بيض لازم نحط له فانيلا. انا هون هحط لون زي ما حكينا الزهر الفاتح. رح اخفق. خلاص نحن خلصنا من الخفاء هذا. بدنا نستعمل عفوا السباتولا، وكمان في سكرابر، هذا اللي بينعمل فيه المكرون. راح احاول اني اوزع اللون كله يختلط. اوكي، بدي احافظ على الهواء اللي انا كونته. بدي اضيف خليط السكر مع اللوز شوي شوي ومن تحت لفوق، نفس مبدأ الكيك الاسفنجي. اوكي، هيا شوي بشوي شوي بشوي لحتى ندخل خليط المواد الجافة مع بياض البيض شوي بشوي. هيا هيا مثل ما انتم شايفين. وطبعا اللون بفتح لانه الطحين عفوا او يعني طحين السكر مع اللوز هو بالاخير اشي مطحون يعني، فعذرا انه انا دايما بحكي طحين، فانا بقصد انه اللوز المطحون والسكر المطحون. هيك هي خلصنا الكمية كلياتها. بحاول انه ادخلها. هاي إلها مصطلح فرنسي اسمه ماكاروناج اللي نحن بنعمله هذا. اوكي، ها شايفين. حنضلنا نحاول انه
ندخل وننعم العجينة. طبعا في اللي هو بالاصل بيستعملوا السكرابر هذا، ولكن عادي راح نستعمل هاي، ما في مشكلة. بنشكلها. طبعا في ورق بينباع بالسوق جاهز بيكون عليه دوائر المكرون. انا عندي هدول السيليكون مرسوم اوريدي، فاللي ما عنده مثل هدول بتقدر تجيب ورق او ترسم ورق، وهي فاضيه ترسم ورقه وعليها دوائر نفس القطر هذا، وتحطها تحت ورق الزبده وتخليها علامه إلها وهي عم تشتغل. ما خلصتها وطرقتها، حتى انتم شايفين هون برضه في فقاعة هواء عم تطلع. راح اتركها مثل ما خبرتكم نص ساعه، وبعد النص ساعه راح نعمل تيست ونخبزها بالفرن وبرجع لكم عند التزيين. وهيا بعد مرور النص ساعة مثل ما انتم شايفين، ما بعرف واضح عندكم في الكاميرا ولا لا. ايوه اصبعي ناشف ما فيه شي. هلا انا شغلت الفرن على 150، راح احطهم من ربع لثلث ساعة. بدي اشيك عليهم يعني من بعد اول 12 دقيقة بدي ابلش اشيك عليهم واشوف الملمس تاعهم، وبعدين بنبردهم وبنحشيهم. خلصنا المكرون طلعناه من الفرن زي ما انتم شايفين هيو، وبردناه كمان. كتير حساس يعني، انا بمجرد بس ما عم بحسه باصبعي فانتبهوا. اوكي هاي اللون من تحت. وطبعا انا بفضل صراحة اني احطه على ورق زبدة، افضل كتير من السيليكون، مع انه السيليكون برضو رائع، ولكن انا بفضل ورق الزبدة اكتر. هلا ممكن حدا يسألني في اختلاف باللون، انا بحبه شوي في قرشة، فهدول صدقا خليتهم 20 دقيقة، اما هدول الصف الاول هذا خليته 18، فتخيلوا دقيقتين بتفرق. هلا مثل ما انتم شايفين هيو، لازم ضروري جدا الطرقة هاي القوية، حتى انه لو تشوفوا هون شوي من الجنب، عشان انا بالفعل في صينية طرقتها كتير وفي صينية طرقتها طرقتين هيك على الماشي، فهذا الفرق. بدنا هلا نخليهم على جنب يبردوا تماما، ورح نعمل الحشوة. طبعا انا رح اعطيكم حشوة اللي هي الاساسية للمكرون، وانت بتقدري انك تحطي فيها النكهات اللي بتحبيها وتستعملي اي حشوة منهم بتحبيها. مثل ما ذكرنا بالمقادير، راح نحتاج باكيت من اي جبن كريمي، وطبعا كلنا بنعرف جبن الكريمي اللي بنعمل فيه التشيز كيك. اي باكيت كامل بنحط له من كوب ونص سكر ناعم بودرة لكوبين. طبعا الحلى بيرجع إلك انت، انا يعني بكتفي بكوب ونص من السكر. كل اللي عملته انه خلطتهم مع بعض وصاروا بالملمس هذا، وهي نفسها هاي الفروستنج اللي استعملته بفيديو سابق لكيك الكريسماس. فاللي بيحب يرجع للطريقة والمقادير ممكن يرجع لها فيديو الكريسماس او كيك الكريسماس وبيلاقيها بالتفصيل. انا هون بس بدي ازيد، لانه هي حكينا هاي البيز لاي حشوة من حشوات الجبنة. شو الاضافات؟ الاضافات كتيرة. انت ممكن ترشي لها رشة جوز هند، ممكن تبرشي برش ليمون وتحطي لها نقاط من نكهة الليمون. انا بصراحة بما انه اللون جاي على بينك وزهر، فانا بدي اكمل القصة وتصير بنكهة الفراولة، بس ما راح اكتر من نكهة الفراولة، يعني راح احط نقاط بسيطة عشان ما تطري لي الحشوة. مثل ما حكيت لكم راح نحط اللون الغامق
للحشوة. راح اقلبها ونحطها في الكيس ونحشي المكرون. انا مرات بحبها موشحة، يعني ما بدي اقلب كتير، خلاص هيك. بجيب كيس كريمة وبحط فيه اللوز اللي بحبه او القمع او الفورمات اللي بحبها، وبنصب. مثل ما انتم شايفين هاي الشكل بيكون. ما بدنا نكتر حشوة. راح نكمل كل الكمية حتى نخلص حشو المكرون. هيك أعزائي خلصنا وصفة المكرون الفرنسية المشهورة. هي سهلة بس تكاتها شوي بدها عناية، لأنه إذا ما انتبهنا فممكن يطلع معنا فقاقيع زي ما انتم شايفين. يعني ما في مشكلة، يعني بتصير مع كل الناس. طبعا بالنسبة لكم بتشوفوها عادي، ولكن للناس المحترفين انه يطلع فقاقيع هيك بتكون شوي يعني لا، في لسه انه في بتصير احسن مع التجربة مع الممارسة. طبعا انا بصور فكل شيء باستعجال وبسرعة، لكن انت بتعملي بالبيت براحتك، فخدي بعين الاعتبار كل الملاحظات اللي بعطيك اياها لحتى يطلع كله ملمس واحد مثل ما انتم شايفين. في الحبات في كتير حبات طالعة بيرفكت، وفي حبات طالع فيها بعض الفقاعات. هاي انا في حتى في الصينيتين اللي عملتهم، صينية انا طرقتها كتير 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 كتير، وفي بصراحة صينية طرقتها مرتين ثلاثة بس. الصينية اللي طرقتها كتير طلعت بيرفكت يعني 100%، اما الصينية هذيك اللي طرقتها مرتين لا، غلبتني شوي ولزقت بالصينية. فهاي الملاحظات لازم برضو امرق لكم اياها. انا بحب ست البيت لما تعمل شغله اعطيها كل الاشياء اللي صارت معي.
هلا بالنسبة للكمية اللي طلعت، هلا كل شيت من السيليكون كان عليه 36 حبة، يعني مجموع الحبات 72. بعد ما تلزقوا رجعوا 36، فالعيار بيعطي 36 حبة من المكرون ملزقات. هلا بالنسبة للتقديم والزينة والأشياء هاي كل حدا بيرجع على رغبته. يعني أنا هون عندي سكر ملون ذهبي، حطيت هون شوي. بتقدري أنت تقدمي مثلا حبات هيك فردية، أو بتقدري إنك تجمعيهم في صحن واحد. يعني كلها خيارات بالأخير، يعني بترجع إلك أنت. بتمنى تكون الوصفة واضحة وما فيها شي صعب. وأي سؤال أو أي استفسار ابعتولي على صفحتي، أنا بستنى منكم أي أسئلة، أي اقتراحات، أي طلبات، أي وصفة بتحبوها. عم بستنى منكم ترسلوني على فتافيتو صفحتي المعروفة. كمان تواصلوا معي وتابعوني على الانستغرام، على اليوتيوب، على تويتر، على ديلي موشن. بتمنى انه كل اللي بقدمه ينال اعجابكم. بتمنى كمان تجربوا، واي خطوة بتوقف معكم ارجعوا اسألوني، وانا حاضرة وجاهزة انه اجاوبكم على اسئلتكم. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ويعطيكم العافية، واشوفكم بفيديوهات قادمة ان شاء الله. باي باي.